سؤالين مهمين: ايه اللي يخلي رواية تكسب جائزة البوكر؟ والروايات دي اصلا بتتقدم ازاي؟ هي الجائزة العالمية للرواية العربية، وهي تعتبر من اهم جوائز الروايات في الوطن العربي. وللحق يعني هي ملهاش اي علاقه بالبوكر برايز. البوكر برايز دي اساسا انجلش اورجانيزيشن، هي الجائزه العالميه للروايه العربيه. تقديم الروايه بيبقى من خلال دار النشر مش الكاتب، والاثنين ليهم شويه شروط، زي مثلا ان الكاتب لازم يبقى عايش وقت تقديم الروايه دي، ودار النشر لازم يبقى بقالها على الاقل سنتين شغاله وان بزنس. بيبقى فيه 5 حكام بيتغيروا كل سنه، منهم صحفيين، نقاد، كتاب، بس طبعا ما بيبقوش مقدمين في الجائزه يعني. وحاجه انترستنج، كل سنه بيبقى معاهم شخص غير عربي لكنه بيتحدث العربيه بطلاقه. بيفضلوا مش معروفين لغايه ما بيتم الاعلان عن القائمه الطويله اللي هو احسن 16 كتاب من كل الكتب اللي قدمت. بعد كده القائمه القصيره اللي هم احسن 6 كتب اللي بيطلع منهم واحده من الفايزين. الروايه اللي بتكسب بتاخد $50,000، واللي في القائمه القصيره بياخدوا $10,000. بس الاهم بقى من الفلوس، على الاقل بالنسبه لي يعني، هو الاكسبوجر للروايه. الروايه بيبقى ليها فرص كتير قوي قوي في انها تترجم للغات كتير جدا، اهمها طبعا الانجليش، بس ساعات بيجي لهم فرص للغات تانية. بتعتمد طبعا على التميز الادبي، الابتكار، الاكتشاف الثقافي. فتكنيكلي احنا ما ينفعش نقول عليها بوكر. كل التفاصيل اللي ممكن تحتاجوها هتلاقوها موجوده على الويب سايت بتاعهم، بس ان شاء الله ابقى جبت لكم كل المعلومات اللي انتم محتاجينها. وبس كده.